اهلا بيكم في رابع حلقه من ازاي يبقى عندك المساعد بتاعك باستخدام شات جي بي تي. وحلقه النهارده هتتكلم على الجرافيك ديزاينر. واللي ما يعرفش انا مين، انا اسمي خالد رضوان. انا عندي اكتر من كتاب على الويب سايت بتاعي، بس المره دي انا هتكلم على الكتابين المعينين اللي هم فيهم حوالي 140 شخصيه بيتكلموا عن ازاي يبقى عندك شخصيتك او المساعد بتاعك جوه شات جي بي تي. ناس كتير جدا استخدمت شات جي بي تي قبل كده، وبتلاقي ان هي الرد بتاعه بيبقى جنرال جدا وما بياخدش منه الحاجه اللي هو فعلا محتاجها. انا مديلك لكل شخصيه حاجه معينه تكتبها او تاخدها كوبي بيست تحطها في شات جي بي تي اللي هي كاستم انستراكشنز او جي بي تي انستراكشنز، عشان يبقى مسخر ليك في المجال ده. بس يعني من الاخر بقى عندك المساعد بتاعك في الشغلانه اللي انا بتكلم عليها دي. وحلقه النهارده زي ما انا قلت على الجرافيك ديزاينر، وتعالى نشوف الفرق لو انت بتكتب لتشات جي بي تي سؤال اللي هو تشات جي بي تي العادي بيرد رد جنرال، ولما تكتب له السؤال لما تيجي تحط له الشخصيه اللي انا مديها لك في الكتاب. يلا بينا. ده جرافيك ديزاينر، ده تشات جي بي تي اللي هو فيه الشخصيه نفسها. فانا هتك بس على السؤال اللي انا محضره لكم دلوقتي وهقول له ستوب. السؤال بيقول ايه؟ What new design software or technological trends have emerged in the graphic design industry worth exploring؟ بتسال سؤال جنرال جدا، المفروض ان هو يرد عليك. لو انت فعلا واحد عايز تتعلم حاجه زي كده تكون حابب تسال سؤال زي ده. تعال ناخد بقى نفس السؤال ده وناخده كوبي بيست لتشات جي بي تي العادي اللي هو في الاخر ما عندهوش شخصيه ورد جنرال جدا، بيرد من كل حته او بيرد رد الاي اي لانجويج موديل الطبيعي ان هو يرد عليه. ونعمل انتر، وبعد كده هنا نقول له سيف اند سبميت وانتر تاني. تعال نشوف شات جي بي تي العادي اللي من غير شخصيه هيقول ايه. اول حاجه قال لك في حاجه اسمها 3 دي تايب اند بابل تكست. تمام، انا طبعا مش جرافيك ديزاينر فبالتالي مش قادر ارد عليك الردود دي. في حاجه اسمها كولر كلاشنج اند فايبرنت باليتس، كيرف سموذنج، فينتج مينيماليزم. حلو، مديك كذا حاجه ليها علاقه بالجرافيك ديزاينرز طبعا او في التكنيكال فيلد بتاع الجرافيك ديزاينر، واكيد دي حاجه هتبقى مفيده. طب تعال نروح ونشوف نفس السؤال اللي هو سالناه هنا بس لتشات جي بي تي اللي عنده الشخصيه. يلا بينا. يعني هو من الاول كده باين جدا ان في اختلاف. اول حاجه بيقول لك ايه؟ في حاجه سوفت وير انوفيشنز وفي تكنولوجيكال ترندز. مقسم لك الموضوع بطريقه ان انت فعلا تقدر تستفيد. بعد كده ايه؟ emerging focus areas keeping up with trends. وكمان في الاخر بيقول لك انا عايز اعرف برضو ايه الحاجات اللي انت اكتر حابب تعرف عنها عشان يديك اجابه احسن. فبالتالي ده مساعد عندك بيرد عليك الرد اللي انت فعلا محتاجه. وده سؤال تاني جنرال جدا. غير كده انا مديك 15 نوع برومبت تقدر تستخدمهم عشان تشوف شات جي بي تي ممكن يساعدك ازاي او تستغله ازاي. وغير برضو كل ده لازم يبقى عندك انت الفولو اب كويستشنز بتاعتك انك تقعد تسال شات جي بي تي عليها. يعني مش معنى ان انت سالته سؤال ده خلاص ان المفروض الرد اللي انت في دماغك هتلاقيه. لازم تقعد تساله كذا مره وتقول له طب اسالني اسئله ثانيه عشان تفهمني اكتر. اعرف 1 2 3 انا بشتغل في 1 2 3. كل ما تسال اكتر كل ما هتلاقي اجابات احسن بالشخصيه بتاعتك اللي انت حاططها له في الكاستم انستراكشنز. يا رب اكون فدتكم. نشوفكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. السلام عليكم.